بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا كده نبتدي السيشن. عايز ابتدي بسؤال. أه ده اهم حاجة بصراحة، عشان ده اللي هيفرق مع اي حد وهو بيحضر السيشن. اول سؤال هو: هل فكرة ان انت يبقى عندك مصدر دخل اونلاين تقريبا من حوالي من 10 ل 20 الف جنيه في الشهر، هل دي حاجة هتضيف لك، هتعمل لك مثلا بوزيتيف امباكت في حياتك، ايا كان بقى على ايه، على انهي مستوى، سواء المستوى المادي؟ هتفرق معاك في مادياتك، في مصاريفك، في احتياجاتك، هتفرق معاك على المستوى النفسي، هتبقى مرتاح، هتبقى مستقر شوية، هتبقى مطمن، في ضغط معين كان عليك بسبب حاجات مادية هيقل شوية او ايا كان. هيفرق معاك في حياتك عامة. تقدر تجيب بيها حاجات، توفر بيها حاجات لعيلتك، لنفسك، تبني بيها حاجة معينة، تتعلم بيها كورسات معينة تساعدك في مجال معين ايا كان. لو المبلغ ده اللي احنا بنتكلم فيه هيفرق معاك وهيضيف في حياتك بشكل ايجابي، فخلينا نبتدي السيشن ونتكلم ازاي ممكن ان انت تعمل اونلاين بيزنس في 2025. بس الفكرة كلها ان هو يبقى اونلاين بيزنس بأعلى نسبة نجاح وأقل نسبة مخاطرة. وانا بقول اعلى نسبة نجاح واقل نسبة مخاطرة، يعني عشان اكون صريح، ما فيش حاجة اسمها يعني حاجة من غير مخاطرة خالص. معلش، اكتر حاجة الناس شايفاها انها مضمونة وهي الوظيفة، هي مش مضمونة. فاحنا بنتكلم، فاحنا عايزين حاجة اعلى نسبة نجاح على قد ما نقدر، واقل نسبة مخاطرة برضو على قد ما نقدر. وفي نفس الوقت يكون ده بيحصل، تقدر يعني توصل او تحقق الهدف ده من غير ما تضيع فلوس او وقت او مجهود في حاجات معينة، الا وهي في ايه؟ في الحاجات الطبيعية اللي ممكن اي حد لو خاض التجربة بتاعت ان هو يعمل اونلاين بيزنس لوحده، من غير ما يبقى فاهم اي حاجه، هيضيع وقت ومجهود وفلوس في حاجات كتير، من ضمنهم التجارب. تجارب في حاجات ممكن ما تكونش مناسبه ليه. كورسات كورسات ممكن ما تكونش مناسبه ليه، ممكن ما تكونش، يعني انا مش عايز اقول ملهاش قيمه، لا، كل حاجه ليها قيمه، اي معلومه ليها قيمه، واي حد بيدي كورسات هو اكيد عنده معلومه بيشيرها مع الناس. بس هي الفكره كلها: هل المعلومه اللي انا عايزها دي مناسبه ليا دلوقتي ولا لا، وهتفيدني في اللي انا بعمله ولا لا؟ لان احيانا ممكن الناس بتاخد كورسات مش مناسبه للحاجه اللي هي عايزه تعملها دلوقتي. ف... فده اللي احنا هنتكلم فيه. ازاي تقدر تعمل ده، تعمل بيزنس اونلاين بيزنس باعلى نسبة نجاح باقل نسبة مخاطرة او خسارة، من غير ما تضيع وقت وفلوس ومجهود في تجارب او في كورسات او في حاجات من اخر كده مش هتأدي لنتائج ملموسة. في الاول سريعا كده، يعني حابب اعرفكم بنفسي، عشان بس الناس كلها دخلت من على الاعلان، تواصلت مع حد من التيم اللي عندي، حضرت السيشن، فانا محتاج اعرفكم على نفسي كده في دقيقه. انا اسمي احمد عبد المنعم، مؤسس موقع تيتش مي هاو للكورسات. عندي يعني اكسبيرينس الحمد لله تقريبا اكتر من حوالي 13 سنه في اكتر من 8 بزنس موديلز. اكتر من حاجه بقى، يعني اشتغلت في النتورك ماركتنج، في التسويق الشبكي بقى اللي انتوا عارفينه، كيونات وين واي والحاجات دي كلها. اشتغلت في شركات مصريه ومش مصريه، اشتغلت مع ناس جوه مصر وبره مصر. ده كان اول بزنس موديل انا عملته بعد ثانويه عامه، قعدت فيه كام سنه والحمد لله اتعلمت منه كتير. بس الظروف ما كانتش احسن حاجه في البيزنس ده هنا في مصر، وحصل فيه تطورات مش الطف حاجه. اشتغلت في بيع النظارات والساعات، الحاجات الهاي كوبي. اشتغلت في شركه كول سنتر، بس امريكان اكاونت، بنكلم ناس في امريكا بنبيع لهم حاجه اسمها ميديكال اكويبمنتس. وبعد كده انا فتحت الكول سنتر بتاعي، وصلت فيه لحد حوالي 12 موظف. وبعد كده برضو جت بعد كده، طبعا حصل شويه مشاكل في الميديكير في امريكا، فالمجال ده حصل له دروب يعني وبدا يرجع تاني. بس انا ساعتها رحت عملت براند تخسيس، اي كوميرس، منتجات اونلاين في منتجات التخسيس. وبعدها عملت برضو اي كوميرس في المجال الملابس، الاحذيه والحاجات الحريمي والرجالي. اشتغلت فتره في تسويق العقاري. واشتغلت طبعا ومن اكتر الحاجات اللي انا اشتغلت فيها ووقفتني على رجلي بعد ما حصل دروب في حياتي كبير جدا، ودي اللي انا بنصح بيها اي حد لسه بيبتدي عايز يبتدي يعمل اي مصدر دخل اونلاين: هو الفريلانسنج. وهقول لكم انا ده قدرت اساعد بيه ناس ازاي. اشتغلت فريلانسنج والحمد لله حققت نتائج كويسة جدا مع عملاء كتير. وبعد كده اخيرا بقى دلوقتي الحمد لله انا مستقر في اكتر حاجة بحبها وبحب اعملها والحمد لله شاطر فيها وبعرف اعملها، الا وهي الاونلاين education.
دي يعني خبرتي كده سريعا. شهر واحد اللي فات عملت بروجرام، ده كان البروجرام بتاعي القديم. كنت بشارك فيه مع الناس اللي عايزه تعمل مصدر دخل اونلاين، بيزد على تجربتي انا لما حصل لي حاجات معينه في حياتي وكنت محتاج ان انا ابتدي اعمل مصدر دخل في وقت قليل باقل راس مال باقل مخاطره. واشتغلت في الفريلانسنج والموضوع كان ظبط معايا جدا. فعملت بروجرام ساعدت فيه اكتر من حوالي تقريبا 900 شخص لحد دلوقتي ان هم يبقوا فريلانسرز ومعاهم المهارات الاكثر طلبا في سوق العمل، وبالفعل شغالين مع عملاء بعد ما بيخلصوا البروجرام. البروجرام ده انا طبعا وقفته بقالي حوالي دلوقتي تقريبا حوالي 3 شهور. بس دي كده نبذة عنه. طيب النهارده فكرة السيشن النهارده يعني ايه؟ محتاج بس ان انتوا تفهموا السيشن دي لانها هتنقلكم من حته انا مش فاهم ايه هو الاونلاين بيزنس، انا مش عارف اعمل مصدر دخل ازاي، انا مش فاهم ايه اللي بيجيب فلوس، انا مش عارف اعمل ده ولا ده. وحطوا 100,000 خط تحت كلمة أنا مش عارف أعمل ده ولا ده. لأن دلوقتي الناس الموضوع عندها فكرة إن هي مش عارفة تعمل مصدر دخل أونلاين، مش بسبب قلة الفرص، لا الموضوع اتعكس بقى بسبب كثرة الفرص، فبقى في تشتت. ففكرة انها هتخليك نوعا ما تتخلص من حتة التشتت دي، دماغك تبقى واضحة فيما بعد، تبقى قادر تقرا اي بزنس موديل انت بتشوفه وتقدر تحدد هل ده مناسب ليك ولا لا. ودي نقطة مهمة جدا، ليه تنقلك لشخص فاهم وقادر ان هو يحقق نجاح في ايا كان البيزنس موديل اللي هو هيختاره. طيب خلينا في الاول عشان بقى نبتدي نفهم الكلام ده كله، محتاجين الاول نفهم ايه هي اصلا انواع البيزنس موديل. يعني احنا السيشن دي مقسومه لحاجتين: ايه هي انواع البيزنس موديلز او الديجيتال اوبورتونيتيز، ثم بعد كده طب ايا كان المجال اللي انا هختاره ايه هي الكي فاكتورز، العوامل اللي ممكن انا لو اتبعتها او اللي انا محتاجها عشان اقدر مثلا احقق نجاح في الحاجه اللي انا هبتدي فيها ايا كان البيزنس موديل ايه. فاحنا رقم واحد محتاجين نفهم ايه هو انواع البيزنس موديلز او ايه هي الديجيتال اوبورتونيتيز اللي موجوده دي. نقدر نقول عليها زي خريطه، اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي كده خريطه هتوضح لنا شويه حاجات معينه كده وهتفتح دماغنا على حاجات معينه. الخريطه دي او الديجيتال اوبورتونيتيز دي او البيزنس مودلز مقسومين لتو مين كاتيجوريز، اتنين اقسام رئيسيه، وكل حاجه فيهم تحتيها تو سب كاتيجوريز، اقسام فرعيه. خلينا بقى نخش ونتكلم. اي بزنس اونلاين، اي مصدر دخل عايز تعمله حاجه اونلاين، يعني مهما كان الشكل عامل ازاي، ولما اشرح لكم اكتر هتفهموا وهتقدروا انتوا ايه تربطوا كل حاجه. يا اما مقسوم ان هو حاجه فيزيكال يا اما حاجه ديجيتال. بس قبل ما اقول لكم كده، اي بزنس في العموم اونلاين او اوفلاين معناه ان انا ببيع حاجه، ببيع وقتي، ببيع مجهودي، ببيع حل معين، ببيع مثلا خدمه معينه، ببيع منتج معين. اي حاجه في الدنيا فيها يعني انت عايز تكسب فلوس، يعني تجاره، ايا كان شكل التجاره دي عامله ازاي. مع السنين اللي فاتت والسنين اللي جايه الشكل بيتغير، بس بتفضل في الاخر هي تجاره. ان انا بدي اللي قدامي حاجه مقابل ان هو بيديني حاجه. انا بديله حاجه هو مثلا بيديني فلوس، انا بديله حاجه هو بيديني مثلا بونسز معينه، ايا كان انا ده مصدر الدخل. فكره ان انا ببيع حاجه. طب عشان ابتدي اشوف ايه الحاجات اللي ممكن ابيعها، نيجي بقى لاول نقطه وهي فكره ان اي حاجه انت محتاج تبيعها هتبقى مندرجه تحت التو مين كاتيجوريز وبعديهم السب كاتيجوريز. التو مين كاتيجوريز اللي انت هتبيع حاجه، يا اما حاجه فيزيكال يا اما حاجه ديجيتال. يعني ايه؟ هنوضحها سريعا. الحاجه الفيزيكال هي الحاجه الماديه، الحاجه الملموسه، زي مثلا التيشيرتات، البنطلونات، اللابتوبات، الاجهزه الكهربائيه، البيت، العقارات، العربيات، اي حاجه ملموسه. دي الفيزيكال. الديجيتال هي اي حاجه رقميه، اللي هي عكس بقى الفيزيكال شويه، مش ملموسه، هي رقميه. ازاي؟ وهبتدي برضو ادي اكزامبلز يعني، بس هديكم مثلا زي مثلا فكره ان انا مثلا ببيع ويب سايت، ببيع كتب الكترونيه، ايا كان. دي فكره الحاجه الديجيتال. ده كده اي حاجه في الدنيا هتبقى مقسومه كده، يا حاجه فيزيكال يا حاجه ديجيتال. طيب الفيزيكال في نوعين والديجيتال في نفس النوعين. الا وهو ايه؟ انت في الفيزيكال او الديجيتال يا اما بتبيع برودكتس يا اما بتبيع سيرفيس. برودكتس يعني انت بتبيع منتج، سيرفيس يعني انت بتبيع خدمة. وهديكوا فرق او هديكوا اكزامبل كده يوضح لكم الفرق بكل سهولة. تمام؟ وليكن انت ممكن لو بعت ملابس
تمام، دي كده برودكتس. وبرودكتس ايه كمان؟ فيزيكال. حلو قوي. طيب، لو بعت تفصيل الملابس، او تخييط الحاجات، القطعات، او ايا كان، انت ساعتها هنا بتبيع ايه؟ خدمه في نفس المجال اهو، بس ينفع تبيعه كبرودكت، ينفع تبيعه كايه سيرفيس، ونفس المجال ان هو كايه كفيزيكال. انت راجل دلوقتي، انا ممكن اشطب لك الشقه، تمام، او دي مثلا سيرفيس، انا بشطب لك الشقه، لكن انا ممكن اديك الدهانات والبياض وكل الحاجات اللي انت هتحتاجها عشان تشطب الشقه. دي كده برودكتس. تمام، دي كده اول نقطه، وهنبتدي نخش ندي اكزامبل، ما تقلقوش، انا بس بفتح معاكم الدنيا واحده واحده. الديجيتال نفس الكلام، في برودكتس او سيرفيس. بمعنى، طيب، انا دلوقتي وليكن لو هتكلم عن الديجيتال برودكت، انا دلوقتي مثلا باجي اديك كورس اونلاين او بديك سيشن اونلاين. هل دي حاجه ملموسه؟ لا، خلاص. لايه؟ لانها ديجيتال. انا بعلمك او بديك برودكت او بديك كتاب الكتروني او بديك كورس معين، مثلا بتتعلم منه حاجه او بتطبق منه حاجه. لكن ان انا مثلا وليكن ان انت عايز تعمل ديزاينز، فانا ممكن اديك البرودكت اللي هو ايه، الكورس، او ممكن الوان تو وان سيشن، او ممكن حتى الديزاين نفسه اديهولك، او ممكن اعمل لك نفس الحاجه بس كسيرفيس، ان انا اخش اعمل لك الديزاين بتاعك على حسب بقى ايه مزاجك انت، وعلى حسب احتياجاتك انت. نفس الفكره، انا مثلا ممكن ابيع وليكن الويب سايت. تمام، انا ممكن ابيع الويب سايت كتمبلت، ده كده كبرودكت، لكن انا اعمل لك الويب سايت بتاعك بيزد على احتياجاتك واللي انت محتاجه في البيزنس بتاعك، ده ايه؟ سيرفيس. وهنبتدي ندي اكزامبلز دلوقتي، بس انا حبيت اوضح الفرق ما بين الفيزيكال والديجيتال والبرودكتس والسيرفيس. يبقى احنا كده متفقين ان اي حاجه انا محتاج ابيعها، في الاول انا محتاج افهم هي فيزيكال ولا ديجيتال، رقم اتنين هي برودكتس ولا سيرفيس. ده اول نقطه. طيب، ناخد بقى كده اكزامبل على الفيزيكال برودكتس، وازاي ده ممكن اعمله اونلاين، ممكن يبقى ده بزنس اونلاين. الاكزامبل الوحيد فيه هو الاي كوميرس، التجاره الالكترونيه. الكوميرس يعني التجاره بشكل الطبيعي بتاعها. الاي كوميرس هي التجاره الالكترونيه، اللي هي ايه؟ اللي انا بعمل نفس فكره التجاره الاوفلاين العاديه خالص، بس بعملها اونلاين، ان انا ببيع منتجات ايا كان المنتجات دي ايه. برضو طالما في الفيزيكال فهي الاوبشن مفتوح من اول الكفر بتاع الموبايل لحد الثلاجات والاجهزه الكهربائيه والعفش والعقارات والكلام ده كله. تمام. طيب، كل ده اي كوميرس، تجاره الكترونيه. يعني انا بعمل ايه؟ انا ببيع اونلاين. حتى لو الحاجه اللي معايا دي فيزيكال فبسلمها اوف لاين، لان اي حاجه فيزيكال انت محتاج تسلمها اوف لاين. يعني انا ممكن ابيع التيشيرت اونلاين والعميل يعمل الاوردر اونلاين، لكن هيستلمه اونلاين؟ لا، هيستلمه اوف لاين. عشان كده عشان ده بسبب انها فيزيكال. ففكره ان انا اشتغل اي كوميرس، ده معناه ان انا ببني بزنس اي كوميرس، تجاره الكترونيه، ببيع منتجات ايا كان نوع المنتجات ايه. تمام، ببيعها اونلاين. ببيعها اونلاين من خلال ان انا بستخدم التولز اللي موجوده في عصرنا دلوقتي، والسوشيال ميديا والويب سايتس والكلام ده كله، في ان انا اقدر، بدل ما كنت بفتح محل زمان، لا انا دلوقتي هعمل بيج على فيسبوك او انستجرام. بدل ما كنت مش عارف بحط نفسي فين، لا انا ممكن اعمل ويب سايت دلوقتي، ستور، واحط عليه كل المنتجات، والناس تخش تكلمني اونلاين، سواء رسائل او حتى تخش على الويب سايت او الستور بتاعي، تطلب الايه، تطلب الاوردر اللي هي عايزاه. وانا بعد كده بقى خلاص انا بتعامل مع شركة شحن، انا بيبقى عندي بضاعة، وبتعامل مع شركة شحن هي اللي بتوصل الاوردرات. ده برضو اكزامبل. يعني في حتة الاي كوميرس انت ممكن تشتغلها بطريقتين، يا اما برايفت برودكتس، يا اما حاجه اسمها افيلييت او دروب شيبينج. البرايفت برودكتس هو ان انت عندك منتجاتك الخاصه، انت نزلت مصنع، عند تاجر، عند محل جمله، مكتب جمله، ايا كان، اشتريت برودكتس معينه، وابتديت ان انت تعرضها اونلاين على البيج، على الويب سايت، وتعمل اعلانات وتسوق، ويحصل يعني يجي لك اوردرات، ومعاك مناديب او معاك شركه شحن بتديهم الاوردرات، بيوصلوها ويجيبوا لك الايه، الفلوس. ده اوبشن جوه الاي كوميرس. في اوبشن تاني جوه الاي كوميرس، هو فكره الافلييت او الدروب شيبينج، ان انت بكل بساطه انت لا تمتلك منتج، انت بتسوق لحد عنده منتج، تاجر، مصنع، براند عنده منتج، بتسوق له المنتج بتاعه، بتاخد منه كل التفاصيل الخاصة بالمنتج، وبتعمل نفس اعلاناتك ونفس تسويقك ونفس كل حاجة. بس الفرق لما بيجي لك الاوردر، بدل ما البضاعة بتبقى عندك في البرايفت وبتديها لشركة الشحن وبتوصلها، لا،
انت بتروح مدي البيانات بتاعت الاوردر بتاعت العميل ده للتاجر او البراند او المصنع او ايا كان الشخص اللي صاحب المنتج ده، بتديله الايه البيانات، وهو بيعمل ايه، بيحضر الاوردر وبيوصل الاوردر للعميل وبيديك ايه كوميشن المتفق عليها. ودلوقتي الموضوع ده بقى منتشر جدا، وبقى فيه ويب سايتس كتيرة قوي هنا في مصر وليجل وكل حاجة، والدنيا تمام وأمان يعني. وبقى هم الوسيط ما بين المسوق وما بين المصنع أو التاجر، المصنع أو التاجر اللي عنده بضاعة وعايز يسوق لها، والمسوق اللي هو عايز يبيع ويشتغل في الاي كوميرس اونلاين بس معهوش فلوس يشتري بضاعة ويشحن والكلام ده كله. ده فكره الاي كوميرس جوه الفيزيكال برودكتس. طيب الفيزيكال سيرفيس هل هنتكلم عليها؟ لا، لان الفيزيكال سيرفيس انا مش هعرف اعملها اونلاين. ممكن اسوق لها اونلاين، ممكن اسوق لها اونلاين، بس دي يندرج تحتها حاجات كتير. يعني بتاع صيانه التكييفات ده فيزيكال سيرفيس على فكره. بتاع مش عارف اللي بتيجي تنظف البيت ده فيزيكال سيرفيس على فكره. المكوى ده فيزيكال سيرفيس، وهكذا. فاحنا لو دخلنا في الفيزيكال سيرفيس، كل واحد يعني من الاخر كده هي حرفه. لكن الفيزيكال برودكتس اونلاين كاي كوميرس، سواء برايفت او افiliate او دروب شيبينج، اي حد ممكن يقدر يعملها بعيدا عن هو عنده الحرفه دي او لا. هيتعلم بما محتاج شويه حاجات، وهنيجي في الاخر نتكلم ازاي ممكن تنجح في ايا كان البيزنس موديل يعني. طيب ده كده كفيزيكال برودكت والاي كوميرس. طيب نخش على الديجيتال برودكتس، ولسه بعد كده عندنا الديجيتال سيرفيس. نخش على الديجيتال برودكتس. الديجيتال برودكتس نفس فكره الاي كوميرس مثلا، بس الفرق ان انا بدل بسوق اونلاين وببيع اونلاين وكل حاجه، بس الفرق ان انا بدل ما طيب احنا محتاجين نشيك كده، احنا وقفنا فين؟ طيب عشان بس هو خرج. مصطفى، قولوا لي احنا وقفنا فين. ديجيتال برودكتس، اوكي. يعني احنا ما وقفناش في حتة بعيدة يعني، اوكي. طيب بس فانا ممكن برضو اسوق لحد، او يبقى عندي البرودكت بتاعي الويب سايت مثلا تمبلتس مثلا او الكلام ده كله، انا برضو ممكن اعمل كده، او ممكن اسوق لايه لويب سايت تاني او ايا كان. دي فكرة الديجيتال برودكتس. طيب انا بفضل ايه؟ انا بفضل طبعا اي حاجه ديجيتال، يعني سواء برودكت او سيرفيس. ولما عملت البروجرام بتاع اللي فات اللي هو بتاع الفريلانسنج ده، كان بيتكلم اكتر، مركزين اكتر عن ان انت ازاي تقدم ديجيتال سيرفيس، وهنجيلها دلوقتي يعني. بس فدي فكره الديجيتال برودكت. ليها اكزامبلز كتيره طبعا، بس دول اهمهم. انا بس بديكوا فكره ايه هي فكره الديجيتال برودكت. طيب احنا مع بعض تاني. طيب الديجيتال سيرفيس فكرتها بكل بساطة إن أنا عندي مهارة معينة بقدر أقدم بيها خدمات معينة. بمعنى
انا دلوقتي هديكم مثال على الفيزيكال سيرفيس او على الفيزيكال سيرفيس الاول. انا مثلا راجل دلوقتي شاطر جدا في ان انا اقدر مثلا اصاين الموبايل ده، اقدر اصلح الموبايل ده. لو هبيع الموبايل لو هبيع الموبايل، الموبايل ده هيبقى فيزيكال برودكت، مش هيبقى سيرفيس. اوكي. شير سكرين، ماشي، اوكي، خلاص. مش انا عشان بس لما بعمل سلايد شو فمش ببقى شايف اي حاجه ليها علاقه بزوم بصراحه. بس الديجيتال سيرفيس، فلو انا بصلح الموبايل، انا عندي مهاره ان انا بعرف افهم في تفاصيل الموبايل واقدر اصلح الموبايل والكلام ده كله، انا كده بقدم سيرفيس. لكن الموبايل نفسه فيزيكال ايه، فيزيكال سيرفيس. نفس الفكره في الديجيتال سيرفيس. انا مثلا عندي سكيلز معينه ديجيتال اونلاين بتتعمل اونلاين، وليكن ان انا مثلا بعرف اعمل فيديو اديتنج، بعرف اعمل ريلز حلوه. فدي مهاره عندي بقدر اقدمها كخدمات للعملاء، ان انا اعمل لكم فيديوز وريلز كويسه بمقابل مادي. نفس الفكره مثلا، انا شاطر في ان انا اقدر اعمل اعلانات وتسويق على منصات السوشيال ميديا. تمام. فانا الشطاره دي او المهاره دي انا بقدر اقدمها كخدمه لحد عنده بيزنس ومحتاج ان حد يسوق له ويعمل له اعلانات. نفس الفكره مثلا برضو في حته الديزاينز، في حته الويب سايتس، ان انا شاطر في ان انا اعرف اعمل ويب سايت. مش اي حد بيعرف يعمل ويب سايت، فانا شاطر ان انا اعرف اعمل ويب سايت، فانا هروح اقدم الخدمه دي لحد محتاج الايه الويب سايت ده. طيب، هديكوا كده يعني تبايه سريعه كده بالنسبه للفيزيكال برودكتس والفيزيكال سيرفيس والفيزيكال برودكت والديجيتال سيرفيس والديجيتال برودكت. لو انا عايز اعمل تقريبا من 10 ل 20 الف جنيه، هديكوا بقى كده حته كده ايه اللي هو بمعنى اصح في كل حاجه فيهم، في كل بزنس موديل فيهم. لو انا عايز اوصل للرقم اللي احنا اتفقنا عليه في الاول، هبقى محتاج تقريبا قد ايه، محتاج قد ايه مبيعات. لو احنا بنتكلم في الفيزيكال برودكتس وهنتكلم في ان انت ابتديت بالطريقه بتاعت الافيليت بما انها اسهل ومحتاجه راس مال اقل، ولو انت لسه مبتدئ دي يعني الاحسن لك عشان تبتدي تتعلم بدل ما تقعد تحط بقى راس مال في بضاعه والكلام ده كله. فوليكن لو انت هتبيع منتجات ايا كان سعر المنتج 200 300 ايا كان، فغالبا هتبقى بتاخد مثلا في الافiliate هتاخد مثلا العموله 50 جنيه، 60 جنيه، 70 جنيه، وهكذا. خلينا نخليها واقفه على 50 جنيه مثلا. يبقى انا عشان اعمل يعني خلينا نقول من 10 ل 20، يعني خلينا نحط افريج 15. انا عشان اعمل نت بروفيت ومصدر دخل شهري 15000 جنيه في الفيزيكال برودكتس كاي كوميرس وافيليت، محتاج تقريبا قد ايه؟ محتاج تقريبا، خلينا نحسبها بقى كده. انا هقول لكم الرقم على طول لان انا يعني دايس في الحسابات دي. انتوا محتاجين 600 اوردر، تطلع 600 اوردر في الشهر. عشان ال 600 اوردر في الشهر دولت، قول هيوصل منهم حوالي 400، لان في نسبة مرتجعات. يعني ممكن يوصل 300 على فكرة، منهم 50% عادي. في ناس بعد ما بتطلب الاوردر ما بتستلمش، واكيد منكم حد عمل كده قبل كده، فده طبيعي يعني. ف 600 اوردر، وليكن هنحسب ورست كيس 300 بس هم منهم اللي وصلوا. بس ال 300 اوردر دول مش كلهم بقطعة واحدة طبيعي، فممكن يبقى تقريبا افريج يعني مثلا حوالي 400 قطعة، حوالي 400 قطعة. ف 400 قطعة مثلا فحوالي 50 او 60 جنيه، يعني بتتكلم في حوالي 21 او 22 الف جنيه. طيب، هل ده كده نت بروفيت؟ لا، ما انت صرفت اعلانات بقى عشان تسوق وتبيع الاوردرات دي. فممكن تطلع منهم مثلا 6 7 8 على حسب بقى انت ونتائجك في الاعلانات. هتلاقي نفسك مصفي في الاخر الايه، الحوالي 13 14 15 الف جنيه. وتقدر الشهر اللي بعديه تروح مزود اكتر في الاعلانات بحيث تطلع اوردرات اكتر، فبالتالي تصفي ايه ربح اكتر. طيب، ده كده كاي كوميرس فيزيكال برودكتس. طب لو ديجيتال برودكتس ممكن اعمل ايه؟ الديجيتال برودكتس فكرتها ان هامش الربح بتاعها هاي مارجن، يعني بيبقى هامش الربح بتاعها عالي، لانها ملهاش سعر جمله. مثلا التيشيرت لما باجي مثلا ببيعه او الجاكيت لما باجي ابيعه هبيعه ب 400 جنيه، هو اصلا جملته واقفه عليا بكام؟ 200 250. طلع منهم شحن 50 60 جنيه، ادي كده فاضل لي 80 90 جنيه. لكن الديجيتال برودكتس ملهوش سعر جمله. يعني ده اولا. ثانيا، اسعاره اصلا في الطبيعي مثلا انت بتبيع حاجه ب 300 400 500 1000 2000، هو ده المارجن بتاعك. ما عندكش مصاريف تانية، يعني ما عندكش اللي هو ايه مصاريف خاصه بالبرودكت. ممكن يبقى عندك مصاريف تانية ليها علاقه بالتسويق بالويب سايت بتاعك بالكلام ده كله. فهندي افريج ان انت تقريبا
هتبقى مثلا بتبيع حاجه مينيمم، اقل حاجه في الديجيتال برودكت يعني، ودي حلاوتها في ان انت بتقدر تكسب كويس حتى في المينيمم بتاعها، وليكن 300 جنيه. تمام، 300 جنيه. ف 300 جنيه دي انا محتاج قد ايه عشان اصفي في الاخر ال 15000 جنيه؟ 300 جنيه يعني تقريبا انا لو جبت 100 اوردر في الشهر عملت قد ايه؟ 30000. هطلع منهم الاعلانات، ممكن يطلعوا 10، ممكن يطلعوا 7، ممكن يطلعوا 5، ممكن يطلعوا 15. خلينا نحسبها برضو في اعلى حاجه 15. اتبقى لي كام؟ 15. هتقول لي طب انا كده طلعت 100 اوردر كديجيتال برودكت، طب والمرتجعات؟ اقول لك لا، ما احنا اتفقنا بقى، دي ما فيهاش نسبه مثلا مرتجعات. العميل طلب، دفع، خد البرودكت، بس كده. فده مثلا ادي كده اول فرق انتوا فهمتوه ما بين الفيزيكال برودكت، انا محتاج اطلع 600 اوردر مثلا. احنا مع بعض تاني يا جماعه. طيب احنا كده اتكلمنا في الايه، في الديجيتال برودكتس. انت تقريبا محتاج، احنا في الفيزيكال سيرفيس، فيزيكال برودكتس هو اي كوميرس، تقريبا محتاج حوالي 600 اوردر في الشهر عشان تطلع. جميل وحلو، وفي ناس على فكره بتحقق اكتر من كده، ممكن تحقق على فكره. انت ممكن توصل في الاي كوميرس، انت ممكن تطلع 1000 اوردر في اليوم، يعني عشان بس نبقى ايه شايفين الموضوع على حقيقته. مثلا لكن الديجيتال برودكتس لا، انت ممكن تكون محتاج تقريبا حوالي 100 اوردر في الشهر، وممكن اقل على فكره، على حسب انت بتبيع حاجه سعرها كام. طيب جميل. الديجيتال سيرفيس بقى، الديجيتال سيرفيس فيها اكتر من نوع قبض. تمام، ودي انا كنت شرحتها في سيشن قبل كده بتاعت البروجرام اللي فاتت. كانت سيشن كده يعني ويلكم سيشن كده من البروجرام اللي فات عن الفريلانس وانواع القبض وازاي والكلام ده كله، وازاي يبقى جوكر فريلانسر وحاجات زي كده. بس خليني سريعا، مش عايز اخش في القصه دي. بس وليكن ان انت تقريبا مينيمم ممكن تعمل لك 2000 3 4 من العميل، واحيانا ممكن توصل مع العميل لاكتر من كده، ممكن العميل واحد تكسب منه 7 8. بس خلينا نتكلم في الافريج اللي هو 3000 جنيه. طيب 3000 جنيه يعني انت تقريبا محتاج كام عميل؟ حوالي 5 عملاء. حلو، 5 عملاء كل شهر. مش شرط. يعني ايه مش شرط؟ لان دي ديجيتال سيرفيس، فانت ممكن تبقى نوعية الخدمات بتاعتك حاجة اسمها ريكارنج، بتشتغل معاه دايما مستمرة كل شهر. فبالتالي انت ممكن يبقى عندك 5 عملاء فقط، مش 600 ولا 100، 5 عملاء فقط، تعمل لك منهم 10 15 الف جنيه او اكتر. ومش لازم كل شهر يبقى عمال تدور على عملاء جديدة. وده انا يعني انا شكل الفريلانسنج ده، وهبقى يعني هحاول اظبط ان انا كام يوم اللي جايين ابقى ابعت لكم السيشن بتاعت الفريلانسنج دي. بس انا بفهمكم، فده الفرق ما بين لو انا عايز اعمل نفس الرقم ده بس في الفيزيكال برودكتس كاي كوميرس، ولو عايز اعمله كديجيتال برودكتس، ولو عايز اعمله كايه ديجيتال سيرفيس. هل في ناس هتقول لي طب ده على كده الديجيتال سيرفيس ده احسن حاجه؟ مش شرط. مش كل واحد ليه اللي يناسبه، على حسب وقتك وعلى حسب مجهودك وعلى حسب راس مال اللي معاك، وعلى حسب يعني من اخر كده قدرتك. هل انت مثلا بتحب تتعامل مع عملاء اكتر كتير ولا لا، ولا بتتحمل مثلا تحب تبقى من ورا الشاشة، او يعني ليها اسباب ايه كتير يعني. فدي كده فكرة الديجيتال اوبورتونيتيز رود ماب، وازاي ممكن تحقق منها الرقم ده، وكل حاجة فيهم محتاجة تقريبا منك قد ايه عشان تحقق الرقم ده. طيب خلينا بقى نشوف ايه هي يعني طبعا الريل تشالنج او التحدي الكبير بالنسبه لاي حد هو ان هو ازاي اختار اصلا البيزنس اللي انا هبداه. ده رقم واحد. انا ايه هو البيزنس موديل اللي انا اختاره بناء على ايه؟ طيب وبعد ما اختار البيزنس موديل ده هبتدي فيه ازاي؟ وبعد ما هبتدي فيه طب مين هيتابع معايا؟ فخلينا نتكلم كده. انا كنت عملت برضو من حوالي اسبوعين 3 كده زي ميني كورس كده 6 سيشنز، كان اسمه اصلا ديجيتال اوبورتيونيتي رود ماب.
كان اول 4 سيشنز بنتكلم في ايه هي الاوبورتونيتيز اللي موجوده في السوق كلها بالتفاصيل، وكل حاجه فيهم محتاجه وقت ومجهود قد ايه والكلام ده كله. وفي الاخر والمحاضره الخامسه بعلمك ازاي تختار بناء على المناسب ليك، والوقت والمجهود والراس مال وكل حاجه فيهم، لان انت لازم تفهم التفاصيل الاول، وبعد كده في السيشن الخامسه بتبتدي تقرر. وفي السيشن السادسه بتبتدي ان انت كنا بنتكلم بقى عن حاجات ليها علاقه بالمنتال سيكريتس كده، اللي هو ازاي ااهل المايند سيت وفكري ودماغي والخوف وي والكلام ده كله عشان اقدر ابتدي يعني. طيب خلينا نتكلم في الفايف كي فاكتورز عشان اقدر انجح في ايا كان البيزنس موديل اللي انا هبتدي فيه. اول حاجه هي فكره الانفورميشن جاذرنج، ان انا ابتدي اجمع الاول المعلومات على الحاجات اللي انا عايز ابتديها. يعني انا وليكن دلوقتي خلاص انا ابتديت اجمع معلومات من السيشن دي ان ده الاوبشنز. طب انا محتاج بقى اجمع معلومات اكتر عن كل فرصه فيهم تفاصيلها ايه. فدي اول حاجه انت محتاج تعملها، الانفورميشن جاذرنج. طيب تاني نقطه هي ان انت تعرف تختار وتقرر الاختيار اللي هيبقى مناسب ليك، وتبتدي ان انت تتعلم. ما انت خلاص اخترت الحاجه دي، بتبتدي تشوف طب انا هبتدي في الاي كوميرس، هبتدي في الديجيتال برودكتس، هبتدي في الديجيتال سيرفيس. طب ايه هي الحاجات اللي انا محتاجها عشان اقدر ابتدي في المجال ده؟ محتاج مثلا اتعلم تسويق، محتاج اتعلم مهارات لو انا هبقى فريلانسر، محتاج اشوف ايه المنتجات لو هشتغل على فيزيكال برودكتس او ديجيتال برودكتس، محتاج اتعلم ايه اللي انا محتاجه وابتدي اطبق وابتدي ابني واحده واحده. طيب وبعد كده تالت كي فاكتور هو حاجه اسمها detailed and clear plan and strategy، اللي هو خلاص بعد ما ظبطت كل حاجه انا المفروض هبتدي. انا محتاج يبقى عندي خطة واضحة ومفصلة، ستيب باي ستيب كده، واستراتيجي ستيب باي ستيب كده. انا هعمل كذا ثم كذا، هتعلم كذا ثم هطبق كذا، مش عارف خطوات. لان الواحد احيانا في ناس لما بتيجي بتبص للاند جول اللي هو بقى الهدف النهائي ويبقى كبير بالنسبة لها بتيأس. لكن لما ابص ان انا كل اللي انا محتاج اعمله عشان اوصل لرقم 4 هو ان انا اعدي على واحد ثم اتنين ثم تلاتة، ايه ده انا وصلت لأربعة خلاص. ده تالت كي فاكتور، ان انت يبقى عندك بلان واضحه واستراتيجي واضحه ومتفصله. طيب رابع حاجه، ودي من ضمن الحاجات اللي بتفرق معاك جدا، هي فكره المنتور شيب او الفولو اب والابديتس. ان انت يبقى في حد فاهم رحلتك وعدى برحلتك قبل كده، ويقدر يتابعك ويقدر يديك الابديتس ويقدر تتابع معاه عملت كذا، ولو قابلت تحدي معين تساله ويقول لك كذا ومش عارف ايه وهكذا. منتور شيب وفولو اب وابديتس اي حد محتاجها، اي حد بيبقى محتاج ان هو حد يتابعه، وكمان يكون الحد اللي بيتابعه هو عدى بنفس التجربه. طيب خامس كي فاكتور، انا هقول لكم انا ليه بفوت في سلايدز كده في النص بفوتها وهقول لكم في الاخر. 5 كي فاكتورز. طبعا ده لو موجود يستحب جدا، هي حاجه اسمها موتيفيشن اند جروث كوميونتي. ان انت بصوا يا جماعه، الموتيفيشن او الحماس والحاجات دي كلها في منها نوعين، يا اما internal موتيفيشن يا اما external موتيفيشن. الانترنال موتيفيشن هو الحماس او الدافع الداخلي اللي نابع من جواك انت، بسبب ان انت فاهم انا ليه بعمل كده. بس احيانا الواحد ممكن يضعف شويه، يحصل تحديات مش عارف ايه، فبيبقى برضه محتاج الاكسترنال موتيفيشن. الاكسترنال موتيفيشن هو والله فيديوهات على فكره موتيفيشنال، قصص نجاح بتشوفها، حد يشجعك، حد يقول لك كلام كويس، حد يزود ثقتك في نفسك. دي الموتيفيشن، الاكسترنال موتيفيشن. ففكره الموتيفيشن والجروث كوميونتي، ان انت في كوميونتي كلكم شبه بعض، كلكم بتعملوا نفس الحاجه، كلكم بتشجعوا بعض وهكذا. دي من ضمن الحاجات. البني ادم في العموم بيحب يحس ان هو يعني belong to حاجه، يعني منضم او منتمي لحاجه، منتمي للمجتمع. انا مصري، انا اجنبي، انا مثلا انا امريكي، انا مش عارف، انا مسلم، انا مش عارف مسيحي، ايا كان. البني ادم عموما بيحب ان هو يحس بانتماء لحاجه. فدي كانت الخامس يعني كي فاكتور. واحنا كده النهارده اتكلمنا في البيزنس مودلز وفي الكي فاكتورز. طبعا كان في حاجات في النص كده بقى المفروض اتكلم فيها، وكان في حاجات بعد كده اصلا المفروض اتكلم فيها. الا وهي انا كنت طبعا موضح ده في الاعلان، ان انا في الاخر هتكلم عن الاونلاين بروجرام بتاعي الجديد. دي مش اول سيشن على فكره اعملها، انا عملت سيشن من برضو الاسبوع اللي فات، وكنت هبعت السيشن مسجله، بس قلت خلاص هعمل السيشن دي لاخر مره هعملها لايف. بس انا خلاص يعني الاشتراك في البروجرام ده اتقفل.
فعشان كده انا مش بتكلم عنه ولا بشرح ولا اي حاجه. البروجرام يعني كان بيساعد الشخص ان هو ممكن يعمل كل ده، بس خلاص قفلت الاشتراك في البروجرام. بس انا برضو قلت يعني خلاص الناس داخله على الاعلان وعايزه تحضر السيشن، وانا طالع مش هدفي ان انا اتكلم عن البروجرام اكتر من ان انا افيد الناس وابني اسم وابني سمعه وابني يعني تراست مع الناس، ومن الاخر كده انا ببني اودينس يعني. ف... فقلت ما فيش مشكله اطلعها لايف واشرح للناس، وكده كده مش هتكلم بصراحه عن البروجرام لان انا خلاص الاشتراك قفل فيه. آه، في كذا حد من السيشن اللي فاتت كلمني في ان هو طب ليه ما ترجعش تفتح البروجرام القديم بتاع الفريلانسنج وده كويس والكلام ده كله. بصراحة لسه، لان هو يعني خلاص انا كنت عامله تقريبا وموقفه بقالي 3 شهور، قعدت 8 شهور بنشتغل مع حوالي 900 شخص، وقفته بقالي 3 شهور. لسه بفكر لان انا مش هينفع ابيعه بالشكل ده، هو ينفع بس انا مش عايز ابيعه بالشكل، انا عايز ابيعه بشكل ابديتد. فانا هشوف الفتره الجايه لو الدنيا يعني، انا لسه بشوف اليومين دول لو هيبقى في اوبشن معايا ان انا اقدر اعمل البروجرام بتاع الفريلانسنج تاني بس بشكل ابديتد وبحاجات اقوى بكتير. هعمل كده واكيد هبعت لكم وهخلي التيم يبعت لكم على الواتساب. انا كده يعتبر خلصت السيشن بتاعت النهارده. مفيش اي بروجرام بصراحه اتكلم عليه، وحابب استغل الفرصه ان مفيش اي حاجه هنتكلم عليها ونبتدي بقى ايه، اشوف اسئله الناس يعني. فانا هبتدي كده ايه، خليه المرة دي طيب. يعني بص يعني هقول لك على حاجة يا عبد الرحمن. يعني يعني هعمله تاني على فكرة، ان شاء الله هعمله تاني بإذن الله. هعمله تاني باذن الله. بس انا اول حاجه، اول راوند دي بتبقى مش محتاج بصراحه يعني، عشان بس الضغط، عشان انا ما عنديش مشكله اقول لك يلا خش ويلا اعمل والكلام ده كله. بس انا اللي يهمني ان برضو انا عايز الناس اللي معايا تحقق نتائج. انا الحمد لله والشكر ليك يا رب، يعني البروجرام اللي فات بتاع الفريلانسنج يعني لحد دلوقتي والله ناس بتخش لي من غير اعلانات وبتسالني عليه، الحمد لله حققت فيه نجاح كويس جدا. والبيج عندي على الفيسبوك يعني انا ما انا مش بنزل اصلا على الفيسبوك عندي حاجات ليها علاقه مثلا بكونتنت معين، على قد ما انا اغلب البوستات بتاعتي هي عباره عن سكرين شوتس نتائج للناس اللي خدت الكورس اللي فات. فاللي انا ممكن اعمله فعلا يا عبد الرحمن هو فكره الفريلانسنج بتاع البروجرام بتاع الفريلانسنج وبقالي كام يوم عمال افكر اصلا ان انا اضيف فيه حاجات قويه جدا جدا جدا. لان البروجرام بتاع الفريلانسنج اللي فات على فكره، انا كان اللي بيخلص البروجرام كنت بديله 5 عملاء كمان يطبق معاهم ويبني البورتفوليو بتاعه. ف خليني اظبط وهبعت لكم على الواتساب لو في اي حاجه، وربنا يسهل يعني ان شاء الله خير. طيب هبتدي كده اشوف الاسئله. آه ماشي. طب هو الاعلان عن الخدمه المفروض ما يقلش تكلفته عن كام؟ طيب مينا، معلش فهمني اكتر، يعني ايه الاعلان عن الخدمه المفروض يعني الاعلان ايه؟ تقصد كاعلانات مموله مثلا؟ لو تقصد كاعلانات مموله انا هجاوب على اساس ان انا فهمت صح، لو ما فهمتش صح ابعت لي برضو السؤال. لو انت بتعلن عن الخدمه بص، هو الموضوع ملهوش علاقه بكام. يعني انت ممكن تعمل اعلان ب 100 جنيه في اليوم وتبتدي مشغل اعلان لحد ما تلاقي في عملاء جايه لك وخلاص انت اكتفيت بالعملاء كده تمام اوكي. بس الموضوع يا جماعه مش اعلانات بس، والله الموضوع مش اعلانات بس، الموضوع يعني عشان الموضوع خد حيز تسويق ثم تسويق ثم تسويق واستراتيجي وفكر وحاجات كتيره يعني. طيب تنصح اكتب ايه بكتب ايه نقراها في مجال التجاره الالكترونيه سواء منتج او خدمه، او بمعنى اصح ايه افضل كتب في الفريلانسنج؟ طيب التجاره الالكترونيه انا ممكن في كورس بتاع حد اسمه ابانوب ستيفانوس، ده صاحب منصه اسمها ايزي اوردر. تمام، دي منصه مصريه بتاعت اي كوميرس بتقدر تعمل عليها ستور متجر الكتروني. وهو المتجر يعني هو في منصات كتير بس بصراحه ده تحفه. يعني بعيد والله انا مش بسوق له ولا اي حاجه ولا هبعت لكم اي لينك اصلا. بس ده فعلا من احسن المنصات اللي ممكن تعمل عليها ستور، وفي نفس الوقت هو عامل ميني كورس 6 ساعات مجانا على اليوتيوب، وهتلاقيه برضو هتلاقي عنده صفحته على الفيسبوك برضو هتلاقيها موجودة يعني. 6 ساعات لو حد عايز يبتدي في الاي كوميرس كويسة جدا يعني. الفريلانسنج هبعت لك، انا هبعت لكم كلكم السيشن. ممكن على فكرة اعمل سيشن يوم الجمعة عن الفريلانسنج وابعت لكم يعني. طيب شكرا ليك، مجهود مقدر، ربنا يوفقك، ربنا يخليك، تسلمي يا سارة، اللهم امين يا رب. طيب محمود، لو هبيع برودكتس الفيزيكال برودكتس
للي هو سبورت سبلمنتس محتاج راس مال قد ايه، فيزيكال برودكت، ولو خدت كورس ديجيتال ماركتنج هيفيدني. يعني مش ديجيتال ماركتنج، يعني مش يعني ايه، اصل الديجيتال ماركتنج دي واسعه. يعني الديجيتال ماركتنج دي على فكره اوسع من السوشيال ميديا ماركتنج. تمام، الديجيتال ماركتنج دي داخل يعني السوشيال ميديا ماركتنج بقى داخل فيها اكتر من منصات السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي زي فيسبوك انستجرام، مش عارف ايه حاجات زي كده. الديجيتال ماركتنج بيبقى الموضوع رايح بقى لحاجات اكتر، وجوجل وسيرش ومش عارف واس اي او وحاجات زي كده كتير. فلا انت محتاج كورس، انت محتاج تسويق، ده رقم واحد. سبورت سبلمنتس، سبلمنتس جامده على فكره يعني. انا كنت شغال في التخسيس يا محمود، يعني ماشي، محتاج تفهم تسويق، ومحتاج تفهم ميديا باينج، بس كده. طيب الاعلان على فيسبوك الافضل اعلان على فيس ولا جوجل؟ انا شخصيا شغال فيسبوك وانستجرام بس يا مينا. م- ممكن تحكي قصة نجاح لشخص من غير راس مال كمثال؟ يعني انا ممكن، بس يعني مش عارف هي هتبقى كليشيه ولا لا لو حكيت لك قصتي، لان انا فعلا ابتديت. يعني انا لما ابتديت، انا حصل معايا حاجات بعد اكتر من بزنس، حصل شويه حاجات كده في الحياه، فحصل دروب معين. فلما جيت ابتديت في الفريلانسنج على فكره، ابتديت فيه من غير راس مال. وده من حبي على فكره، من كتر حبي في الفريلانسنج. والحمد لله والشكر ليك يا رب، الحمد لله والشكر ليك يا رب، انا كنت شاطر فيه جدا. لان انا كان بعيد، لان انا اصلا كان بقالي سنين، انا راجل بزنس اونر، وكان عندي اي كوميرس براند تخسيس، واي كوميرس براند ملابس واحذيه. وكان عندي تيم، وكان عندي ناس في موظفين بيردوا على الصفحات، وعندي ناس في المتابعه، وعندي مخزن، فانا كنت راجل بزنس اونر. وكنت على فكره بعمل الحاجات بنفسي، يعني كنت بعمل مثلا الاعلانات بنفسي، الستور بنفسي. فعندي اكسبيرينس في اكتر من حته. فلما جيت ابتدي في الفريلانسنج انا فاهم العملاء فعلا محتاجه ايه. فلما جيت الحمد لله عملت البروجرام بتاع الفريلانسنج اللي فات، لا يعني الحمد لله والشكر ليك يا رب، فعلا في ناس بدات ما عندهاش اي خلفيه خالص، يعني خالص ما تعرفش اصلا يعني ايه صفحه فيسبوك. والحمد لله خلصت البروجرام واشتغلت مع عملاء، ويعني وفي ناس اصلا نزلت اشتغلت كمان في شركه مش عارف عقارات، وفي اللي هنا، وفي اللي مش عارف في القريه بتاعته بقى ما شاء الله اسمه مسمع، وبقى شغال مع مثلا حوالي ستة سبعة من قبل ما يخلص اصلا الكورس، ستة سبعة عملاء. يعني فلا يعني انا بالنسبه لي فريلانسنج، لان هو يعني جامد جدا، لان انت اولا هاي مارجن، ومش محتاج بضاعة، ومش محتاج مش عارف ايه، وحتى لو هتعمل اعلانات ممولة مش محتاج برضو فلوس كتير يعني. طيب موضوع الفريلانس بيكون عن اي جزء داخل المنصات صح كده؟ لا انا شخصيا في البروجرام بتاعي انا ما كنتش بشرح ولا اب وورك ولا مش عارف خمسات ولا الكلام ده كله. انا الكلام ده كله بالنسبة لي انا شخصيا ما بحبوش وما جربتوش، لان انا ما بحبش. انا جاي برضو من باك جراوند بزنس، انا ما بحبش انا كراجل عندي مصدر دخل، ما بحبش ابقى قاعد مستني اشوف انا هيجي لي عميل ولا لا. لا انا مش هقعد استنى لما المنصه ترشح لي، لا انا هخش انا اعمل اعلانات، او هنزل في جروبات لو انا هشتغل اورجانيك، وهتعامل انا بنفسي. انا عايز اجيب عملاء، انا اللي ابقى متحكم في دخلي. فانا بشرح ازاي تجيب عملاء سواء بالاعلانات المموله او حتى بشكل اورجانيك يعني. اشتغلت ايه تحديدا كفريلانسر؟ كنت بقدم كذا 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 سيرفيس مع بعض، الا وهي اولا الماركتنج نفسه، والميديا باينج، والويب سايت او الستور ديزاين، والتشات بوت. و... وانا عشان عندي بزنس باك جراوند، فانا حتى العملاء اللي كانت معايا كانت واصله معايا المرحله انها قبل ما بتجيب اي برودكت يجي يقول لي طب يا احمد، طب اقول له مثلا طب ده واقف عليك بكام، طب ده احنا هنسعره ازاي، طب انت شايف ايه، طب عنده كميه قد ايه المصنع ده، طب لا ما تفكك من المصنع ده وتعالى نشوف مش عارف. كنت بخش معاه حتى في البيزنس يعني. بس. طيب ايه احسن ادوات دفع اونلاين لناس بره مصر لو هبيع ديجيتال برودكت؟ بص هي دي يا مروه، انا فاهم ان دي مشكله كبيره. حس حته موضوع الدفع اونلاين بره مصر، في يعني في ويب سايتس طبعا، في حاجات زي سترايب والحاجات دي كلها، بس في دلوقتي ويب سايتس بقت اسهل شويه، بس بتديكي لينك دفع. ممكن يبقى صعب شويه في حته ان انت تعملي انتجريشن مع حد، مع ويب سايت معين، هتبقى لفه. لكن لو بشكل مانوال بتبيعي للعملاء بشكل مانوال، ممكن تديهم اللينك تدفعي، زي اعتقد كان في حاجه اسمها جريتيجو، وكان في حاجة مش فاكر ايه تاني كده يعني، بس في حاجات كده. شوفي كده او اكتبي مثلا منصات بيمنت لينك مثلا، او بيمنت لينك
بلاتفورمز حاجه كده يعني. ازاي اكتر الاوردرات او ابيع عامه في بدايه البيزنس بتاعي؟ يعني لسه عامله بيج ولسه هبدا انزل المنتجات عليها. آه سؤال واسع أوي يا دكتور ميار. سؤال واسع. ازاي اكتر يعني بصوا يعني ازاي اكتر اوردرات؟ خلي عدد ناس اكبر تشوفك. ده رقم يعني. بص، ما هو هي البروسيس بتاعت اي بيع، اوف لاين او اون لاين، ديجيتال او سيرفيس او ايا كان. عدد ناس كتير بيشوفني، عدد منهم بيخش يسالني، عدد اقل منهم بيخش يشتري مني. فانا كل ما زودت اي حاجه من دول، مبيعاتي زادت. مش عارف ازود العدد الناس اللي بتخش لي، يبقى ابتدي الطريقه اللي انا بشرح بيها للناس او بوريها للناس عشان يشوفوني يخشوا يسالوني تبقى مقنعه اكتر، واجي العب في النص ان انا اقدر اقنعهم اكتر، اقدر اقنع اكبر عدد ممكن من الناس اللي بتخش لي. يعني هي لوب كده. لو في حته ناقصه عندك بتحاولي تظبطي اللي بعدها، طب لو دي ما عندك فيها مشكله طب ظبطي اللي قبلها، وهكذا يعني. لكن يعني ما اقدرش اقول لك كذا 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 خدي الروجيتا دي. لا يعني هو الموضوع تسويق و... وتظهري قدام اكبر عدد ممكن، يعني تسويق 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 ثم تسويق. يعني حتى مش بقول اعلانات ممولة، انا بقول تسويق بس. هم في الكورس قالوا لي هيعلمونا الميديا باينج والحملات، وهيعلمونا على المنصات كلها كويس، ولا إيه؟ كورس طبعا دكتور ادهم حسام. اولا يعني انا اسمع عنه، بشوف اعلاناته اكيد لان انا ده اهتماماتي في المجال، بس ما دخلتش شفت الكونتنت ولا اعرف عن، بصراحة ما اعرفش حاجة عنه، ما جربتش. اسمع عنه. سمع كويس. اسمع عنه سمع كويس، بس انا بصراحة ما جربتوش. اه ممكن اعمل اعلان ممول في مصر عن طريق شركة مصرية هدفع لها بالجنيه، والاعلان يكون موجه لدولة تانية زي السعودية مثلا؟ لازم لا. موضوع ان انت تعمل اعلان على دول بره مصر، دي ملهاش علاقه ان حسابك الاعلاني يبقى بايه ولا لا، ملهاش علاقه عادي. ايه افضل واسرع واسهل مجال كفريلانسر اقدر اتعلمه واجيب منه فلوس كويسه بشكل سريع وسهل برضه من وجهه نظرك؟ والله انا السيشن اللي انا، طب هقول لكم خلاص، انا هعمل لكم سيشن ان شاء الله يوم الجمعه. هعمل لكم سيشن يوم الجمعه عن الفريلانسنج، وهفكر بجديه موضوع ان انا افتح البروجرام القديم تاني. بس هيبقى المره دي هو اتعمل مره واحده لايف يا جماعه، وبعد كده قعدت ابيع فيه تقريبا حوالي 7 8 شهور ريكوردد، وخلاص بقى بنخدم على الناس، لان احنا كان عندنا جروب فيسبوك ودعم وحاجات زي كده، ومستمر لحد دلوقتي الحمد لله. فالمره دي ممكن لو فكرت، انا بفكر اعمله بس هعمله بشكل ابديتد، فبالتالي مش هيبقى ريكوردد القديم، هيبقى لايف تاني. واللايف هيتعمل مره واحده. فانا لسه عشان انا بس حته موضوع اللايف ده بيبقى صعب شويه، لان انا افضل اعيد وازيد في نفس الكلام. بحس ان انا بحب في الكورس احب اطلع كل اللي عندي مره واحده، عشان بس كله يبقى وصل له كل المعلومات يعني. انا مثلا دكتور علاج طبيعي، وعندي مقدرة على الشرح والتوزيع، وناس كتير نصحوني اشرح كورسات. يعني ثواني كده. ماشي اوكي ابو حميد. والله عندك اكتر من حاجة. انت كده ممكن تلعب في حتة الديجيتال برودكتس وسيرفيس على فكرة. بس خلينا اكتر في الديجيتال برودكت. يعني ممكن تبقى في شكل يا اما استشارات 1 تو 1، يا اما جروب كونسلتنج، استشارات بس عدد قليل شويه لناس محدده كلهم نفس الفئه، عشان تبقى كلامك كله رايح لنفس الكلام، محدش رايح لكلام لحد مش فاهم. او ممكن تدي اونلاين كورسز، او على فكره ممكن تقدم كونتنت على اليوتيوب وعلى الفيسبوك على الكلام ده كله، وتكسب من الادز والحاجات دي كلها. وممكن تعمل هايبرد، تبقى هايبرد موديل يعني، ان انت تبقى كذا حاجه مع بعض، بتقدم كونتنت وفي نفس الوقت بتقدم كورسات. اخر سؤال، الاحسن اعمل براند سبلمنت ليا ولا اعمل ستور ابيع فيه للشركات التانية؟ والله يعني بص، انا بالنسبه لي بحب فكره، عشان كده لما بقول لكم مثلا فيزيكال برودكت الافضل تبتدي افلييت او دروب شيبنج. انا من ناصري حته ان انا اعمل سيستم الاول، ابقى عندي القدره ان انا بقدر ابيع فيه، بعد كده اجي ادخل فيه اي حاجه تتباع. فهشوف اقل حاجه محتاجه عليا لود، ابتدي بيها اعمل سيستم تسويق وبيع. عملت سيستم التسويق والبيع وبقيت مستقر فيه، هقدر ادخل فيه اي برودكت سواء بتاعي او بتاع شركات تانية هيتباع. طيب في طريقه غير الاعلانات المموله تخليني اوصل لاكبر عدد ممكن؟ عن طريق ان انت تعملي كونتنت. بس طبعا ده شرح لوحده، وانا مش متخصص على فكره كونتنت. انت محتاجه تشوفي ازاي تعملي كونتنت على فيسبوك وعلى تيك توك وعلى انستجرام والكلام ده كله.
بس كونتنت بقى باستراتيجيز بقى، وهوك مختلف ومش عارف ايه، بحس ان في حاجات ممكن تطلع معاكي فايرال وتنتشري وهكذا كونتنت يعني. محتاجه تقدمي. بصوا يا جماعه، ايا كان انت هتبيع برودكت او سيرفيس فيزيكال او ديجيتال، عايز تبيع اكتر يبقى لازم يخش لك ناس اكتر. طيب عشان يخش لك ناس اكتر، حاجه من الاثنين: يا هتحط وقت ومجهود، يا هتحط فلوس. هتحط فلوس في اعلانات مموله عشان تنجز على نفسك. معكش فلوس، يبقى هتحط وقت ومجهود في ان انت تقعد تعمل كونتنت كتير. بس يعني نقطه من اول السطر. طب انا لسه سايب الشغل ومش عارفه ابتدي في ايه. طيب بي سي انا ماشي. طب خلاص، بصوا انا يعني خلاص هي كونفيرمد باذن الله، ان شاء الله يوم الجمعه الجايه هعمل لكم سيشن عن الفريلانسنج. فهعمل لكم سيشن عن الفريلانسنج وربنا يسهل ان شاء الله. طيب. آه يا محمود، العفو العفو يا محمود، على ايه؟ طيب، في اي سؤال تاني قبل ما نقفل؟ لو في حد يا جماعه دخل السيشن متاخر، السيشن ريكوردد وهبعتها لكم ان شاء الله. العفو العفو يا جماعة، بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. خلاص اتفقنا على خير ان شاء الله. انا برضو زي ما قلت لكم كده، يعني هبعت لكم وهخلي برضو التيم عندي يبعت لكل الناس السيشن ريكوردد. ومعلش بقى على موضوع التقطيع في النت ده، والله انا مش عارف اروح فين تاني. انا جاي قاعد في كورك سبيس، ويعني وشغال بقى له اكتر من فترة كويس، فحصل خير يعني. اوكي، يلا تصبحوا على خير وان شاء الله اشوفكم في وقت تاني وفي سيشن تانية باذن الله. مع السلامة.